هل اسيب شغلي علشان ابدا قناه يوتيوب؟ بصوا، انتوا كلكم تعرفوا جو حطاب، كل اللي عندي في البث يعرفوا جو حطاب، سواء في البث بتاع الفس سواء في بث التيك توك او بث اليوتيوب، انتوا كلكم تعرفوا جو حطاب اكيد. جو حطاب لما كان بيحكي عن قصه نجاحه في اليوتيوب كان بيقول انه شغال موظف حكومي تقريبا، وقعد يحوش لحد ما جمع مرتب 6 شهور، وبعدين اجى على نفسه واشتغل على اليوتيوب في ال6 شهور كان محقق دخل. انت لو دارس وعندك خطه انك تقدر في خلال مده زمنيه معينه انك تتحرر من شغلك عند الناس، اتوكل على الله يا ابن الحلال وابدا فيها واعملها. بس لازم تكون مخصص مبلغ للطوارئ، مبلغ يشتغلك اصلا 6 شهور بحد ادنى، مش حد اقصى، بحد ادنى 6 شهور. زي ايام كورونا كده ما اجت، ما كانش الناس عامله حسابها على حاجه، وناس كتير سابت مصالحها، وناس كتير بقت تشحت، والدنيا بقت خربانه وباظت خالص. انت ما تسيبش شغلك علشان تبدا قناه يوتيوب. انت على فكره قناه يوتيوب دي انت تعرف تبداها اصلا وانت شغال، لو 15 ساعه هتقدر برضو انك تعملها، والدليل قناه اليوتيوب بتاعتي اهي موجوده.